الجزء التاني ازاي تشتغل في بنك. وقبل اي حاجة صباح الخير، بدأ يوم جديد في الحياة. بنك مصر كان مختلف عن باقي البنوك لان بنك مصر الفترة دي كان عايز ناس، فكانت المقابلات فيرست انترفيو في التليفون وعندك الورقة مفيش مشكلة، والسكند في البنك. طيب السؤال، ايه هو الشغل؟ وده بيتقسم شكلين: حديث التخرج وذو خبرة. حديث التخرج والمتاح في كل البنوك هي شغلانة خدمة العملاء الهاتفية. علشان تفهم حاجة، معظم شغل البنوك بيكون تدرج وظيفي، وأول شغلانة لدخول البنك بتكون كول سنتر، لأن فيها بتتعرف على سياسات الشغل والمعلومات سواء بنكية أو عامة. والسؤال التاني، إيه هي المهارات المطلوبة؟ هي 1، خريج من دراسة جامعية أو معهد عالي، والأحسن تكون كلية بتكون درست محاسبة. 2، اللغة ما تقلش عن B2 ل B1، يعني من جيد لجيد جدا. 3، تكون عندك مهارة الهاندلينج، أو بالمعنى الصح بتعرف تتكلم بلباقة. 4، أساسي تكون بتفهم في السيستم والكمبيوتر بشكل عام. وعن باقي المتطلبات استنى الجزء الثالث. سلام. كسبت من تاني بنك. شوف اللي جاي بقى بيقول ايه.